سلام عليكم. مستعدين للاكشن والاثاره والتضحيه ضد ولاد الغداره؟ يلا بينا. قصتنا بتبدا في الهند. بالله ولد اسمه فيجرام بيلعب مع اصحابه في الشارع، بس العيال بتكون رخمه شويتين وبتلسوها على وشه، فبيقول لهم انتوا بتستهيفوني؟ طب والله لو اوريكم ازاي هاخد حقي. وبينادي على اخوه وبيقول يا روني، واول ما روني بيجي العيال بتتريق عليه، يا اخت جميله بقى الصغير ده هيضربنا. ولكن روني بيعمل معاهم الواجب وزياده، وبيمسك العيال يعلمهم الادب وبيفضل يضرب فيهم لحد ما بيوصل ابوهم، وبياخدهم على البيت وبيضرب روني علشان ما يعملش مشاكل تاني. وفي الوقت ده عمهم بيجي وبيقول له انت بتضرب روني ليه وانت عارف ان فيجرام هو سبب المشكله؟ فبيقول له انا لو كنت ضربت الكبير كان الصغير موتني، انت ما تعرفش روني بيحب فيجرام قد ايه. وتاني يوم كانوا في المدرسه ومستنيين ابوهم يجي ياخدهم، بس عمهم اللي بيجي وبيقول لهم ابوكم في المستشفى وحالته صعبه، عشان ابوكم كان بيفض خناقه بين عصابتين وراح يواجههم لوحده من غير سلاح ولا عساكر، ودافع عن الناس بشرف، بس للاسف خد طلقتين في ظهره. فبيودوه المستشفى وبيطلب يشوف اولاده. اما روني وفيجرام بيروحوا هناك، فيجرام بيفضل يعيط، روني بيقف مصدوم، وابوهم بيقول له روني خلي بالك من اخوك الكبير وربيه على ايدك. فروني بيقول له حاضر يا بابا، وبعديها ابوهم بيموت. ومن بعد موت ابوهم روني بيخلي باله من اخوه الكبير فيجرام، بياكلوا ويشربوا ويفرجوا على افلام كوميدي، لكن فيجرام برضه بيفضل يعيط. وحتى لما بيكبروا الفيلم بيكون كوميدي، ولكن برضه فيجرام بيعيط وبيقول له روني انا هروح اجيب حاجه نشربها. وبيخرج بره وبيقابل بنت اسمها سيا. في الوقت ده بتقول له مالك؟ قال لها ببكي بسبب الفيلم اللي شغال جوه. بتقول له ازاي ده الفيلم اصلا كوميدي. وفيجرام في الوقت ده بيتلخبط وبيخبط في الشخص ده وبيوقع الاكل عليه، فالراجل بيتعصب وبيمسك فيجرام يلسعه على وشه. وفيجرام اول ما بينضرب بينادي على اخوه بيقول يا روني، وفعلا بيسمعوا روني وهو في السينما وبيجي عليه جري، وبيفهم من فيجرام اللي حصل، وروني بيتاسف وبياخد اخوه يمشي. بس روني بيشوف جرح ورا ودن فيجرام وبيقول له ايه ده هم ضربوك؟ فبيقول له ضربوني، ده عملوا عليا حفله. بس فيجرام في الوقت ده بيهدي روني وبيقول له خلاص الموضوع خلص. لكن روني ما بيهداش وبيرجع للشباب يدور فيهم الضرب ويكسر عظمهم، وبيقول لهم ما اتخلقش لسه اللي يمد ايده على اخويا وانا عايش. وبيكمل عليهم وبيمسح بيهم المكان. وفي الوقت ده سيا بتشوف روني وبتعجب بيه جدا. وتاني يوم بيستعرض عضلاته قدام اهل منطقته، وعمهم ما كانش عاجبه العيشه اللي عايشها روني، وبيقول لفيجرام جهز ورقك عشان هتكون ضابط في مركز الشرطه. وفي الوقت ده فيجرام بيقول ضابط مين يا عمي؟ ده انا بخاف من خيالي. وبيقول له روني خد انت وظيفه الضابط دي. وروني بيقول له انا عليا 32 قضيه وكلهم كانوا قواضي خناقات بسببك يا حبيبي. فعمهم في الوقت ده بيقول له بقوا 33 بسبب خناقه امبارح. وفيجرام بيقول له ازاي انا هبقى ضابط وانا اصلا بخاف من خيالي؟ فروني قال له لما تلبس الميري المجرمين هم اللي هيخافوا منك. وفعلا فيجرام بيقتنع بكلام روني وبياخد الوظيفه وبيلبس الميري. وتاني يوم روني بيوصلوا لاسم الشرطه، وهم في السكه المجرمين والبلطجيه بيخافوا منه. وبيخش فيجرام الاسم والمفتش بيقول له روح للضابط الرباسي علشان يخلص لك ورقك، وبيمضي قرار تعيينه. ولسه بيقول يا هادي حطوا له الشطه في الزبادي. فجاه بتوصل عصابه وبيولعوا في واحد جوه الاسم، وكل الضباط شايفين اللي بيحصل ولكن محدش بياخد موقف، لانهم بيكونوا خايفين من زعيم العصابه اللي اسمه اندير. وبيدخل اندير الاسم وبيحط رجل على رجل وبيتكلم بكل افتراء، وبيأمر الضباط انهم يزوروا في موت الراجل اللي لسه مولعين فيه. المهم ان اسمه ما يجيش في القضيه وبيسيبهم ويمشي. وفيجرام بيكون خايف جدا وبيقول مع نفسه في اول يوم شغل يحصل كل ده. وبيروح للمفتش وبيقول له العصابه دي حرقت واحد جوه اسم الشرطه، هنسيبهم يمشوا كده عادي؟ فالمفتش بيقول له الضابط الرباسي فكر مره ياخد اجراء ضدهم، فالعصابه قتلت بنته قدام عينه، فبسبب كده كل الضباط هنا خايفين يعملوا اي اجراء ضدهم. وبيقول له عصابه اندير عليهم قواضي اختطاف وقتل، واكتر حاجه بيعملوها اختطاف العائلات، ومحدش في الاسم هنا عارف هما بيعملوا ايه بالعائلات دي. في نفس الوقت ده بتيجي رساله لعصابه اندير من عصابه ابو جلال، وابو جلال كان عايز من اندير انه يخطف عدد عائلات كتير. وواحد من رجاله اندير اسمه باجو بيسال اندير هو ابو جلال بيعمل ايه بالعائلات دي كلها. فاندير بيحكي له ان ابو جلال يبقى زعيم عصابه ارهابيه في سوريا، وعصابته اللي اسمها جيش العسكر من اخطر العصابات في العالم، وفي بلاد كتير استثمرت فلوسها ومولت ابو جلال. فابو جلال بقى بيخلي اندير يخطف العائلات ويبعتهم له في سوريا، ويخلي اب كل عيله
فجأة يشوف عيلته وهي بتموت قدامه. فالأب طبعا بيقعد يعيط ويقول للعصابة قتلوني أنا وسيبوا عيالي. فالعصابة بعدها بتتفق مع الأب إنهم هيسيبوا عياله يعيشوا، بس في المقابل الأب هيلبس حزام ناسف وهيروح أماكن معينة هم هيقولوا له عليها، والأب مطلوب منه إنه يفجر نفسه في الأماكن دي. فأبو جلال بيطلب عائلات كتير علشان ينفذ عمليات أكتر. وبعدها بنروح لسيا اللي كانت مع أختها روشي في الشارع، وروني وقتها بيشوف سيا في الشارع وبيعجب بيها جدا وبيسرح في جمالها، وبالغلط بيخبط في موتوسيكل أختها. وروني بيتأسف لروشي بس هي ما بتتقبلش أسفه، فبيقول لها طيب أهو، بيرمي الموتوسيكل وبيسيبها ويمشي. وبعدها ريا بتروح اسم الشرطة هي وصاحبتها حفيظة، وبتبقى عايزة تعمل محضر في عصابة أندير علشان العائلات اللي بتتخطف دي. والمفتش بيخاف من العصابة وما بيرضاش يعمل المحضر، وسيا بتهدده انها عندها 260 ألف متابع ولو ما عملش المحضر هتنزل على صفحتها وتفضحهم. فالمفتش بيتعصب وبيعمل المحضر غصب عنه، وبيجمع الضباط وبيقول لهم هنعمل ايه في المصيبة دي، ومين الضابط اللي هيرضى يروح المصنع اللي محبوسين فيه الرهاين. وبيجي على باله فجرام لانه لسه جديد، ده غير انه لخمة ومش مفيد ليهم. والمفتش بيجيب فجرام وبيقعد يشجعه ويقول له جه الوقت علشان تخدم بلدك، وكل اللي عليك تهجم على المصنع بتاع عصابة أندير. شفت بقى سهلة ازاي؟ سقفوا يا رجالة للظابط الشجاع. وفجرام بيخاف وبيقلق جدا وبيقول للمفتش ينفع اروح الحمام؟ وفعلا فجرام بيروح الحمام وبيتصل باخوه روني، وروني بيقول له قول لهم اروح لوحدي اجيب العصابة في شوال عشان انتوا شوية عيال. وفعلا بيروح فجرام المصنع لوحده وبيشوف الرهاين مخطوفة، والعصابة بتبقى شايفاه بس بيبقوا مستغربين ان في ظابط مش خايف منهم. وفجأة بيظهر شخص وبيحط ايده على بقه بس بيطلع روني وبيقول لفجرام تعال نلعب مع بعض لعبة، لما صفر تقفل النور ولما صفر تاني تفتح النور. وفعلا بينفذوا الخطة، وروني لما بيصفر النور بيطفي ويروح روني يخبي وشه وينزل ضرب في افراد العصابه. وبيصفر روني علشان يشوف اماكن افراد العصابه في النور، وبعدها بيقوم مهاجمهم ومنفضهم في الضلمه. وبيفضل روني يكرر الحوار ده كتير لحد ما العصابه بتفهم وبيصفروا هم كمان، وفجرام بيفتح النور. فبيروح روني لفجرام وبيقول له الامتحان اتسرب، اطفي النور بقى وما تولعوش تاني علشان الجد هيبدا، وعد لي 45 ثانيه وهكون خلصت على العيال دي كلها. وفعلا روني بيرجع لهم وبينزل فيهم ضرب شمال ويمين، وبيشتغل ضرب فيهم بكل الاشكال وبيخلص عليهم كلهم، وبيخلي فجرام يرجع المخطوفين لاهاليهم علشان يبان ان هو البطل. وبعدها أندير بيروح يقابل ابو جلال، وابو جلال كان متضايق عشان العائلات اللي طلبهم ما وصلوش، وأندير كان واقف مرعوب من ابو جلال وبيقول له قريب هخطف لك عائلات تانية غير اللي راحوا. وبعدها بيتصل بيه المساعد بتاعه اللي اسمه باجو وبيقول له احنا عرفنا اسم الضابط اللي حرر الرهاين وهجم على المصنع بتاعنا، وبنعرف ان حفيظه صاحبه سيا وجوزها يبقوا اصحاب لعم روني وفجرام. وحفيظه بتقول لفجرام انت ازاي مش متجوز لحد دلوقتي؟ انا عندي صاحبتي طيبه وعسل وممكن اخليكم تتعرفوا على بعض. وحفيظه كان قصدها على شوري اخت سيا، بس فجرام كان رافض فكره الجواز اصلا. فروني بيفضل يقنعه وبيقول له ما تقلقش يا عم، هروح انا اطلب لك ايديها. وفعلا بيروح روني وبتخرج له اخت العروسه، ولكن بيتصدم لانه بيكون معجب بيها، وهي كمان بتكون فاكراه العريس وبتكون في نفس الصدمه. وبيفضلوا زعلانين وساكتين لحد ما بيخش عليهم اسيف وبيقول لهم اعرفكم ببعض، روني اخو العريس وسيا اخت العروسه. فهم الاتنين بيقولوا اخواتنا وبياخدوا بعض بالحضن. وفعلا فجرام وروشي بيتجوزوا، وروني وسيا بيقربوا من بعض اكتر. وبعدها بنروح لعصابه أندير، وأندير كان متعصب جدا على رجالته وبيقول لهم حته ضابط لسه متعين يعمل فينا كل ده، وبيأمر رجالته انهم يدوروا وراه ويخطفوا حد من عيلته. ففي واحد من رجالته قال له الضابط ده عنده اخ صغير، فقال لهم يبقوا تخطفوا اخوه الصغير ده وتجيبوه على هنا على طول. وفعلا العصابه بتروح وبتراقب روني، بس الغريب ان روني بياخد كلب من الشارع وهو اللي بيوقف العصابه، وبيقول لهم ممكن توصلوني اخر الشارع لاي مستشفى علشان اقدر اعالج الكلب بتاعي. وطبعا العصابه بتوافق وبيركبوه، وفي السكه بيرفعوا عليه سكاكين وروني بيبقى مستسلم تماما. وبيوصلوا روني لمقر العصابه، وروني بيعمل نفسه خايف وغلبان وبيقول لهم انتوا خاطفيني ليه؟ وأندير بيقول له انت مالكش ذنب يا عسل، بس بسبب اخوك هتاكل علقه وهتموت. وبيتصل بفجرام وبيقول له معاك أندير زعيم العصابه، ففجرام على طول بيقفل السكه في وشه. فأندير بيتصل بيه تاني بس من موبايل روني، وفجرام بيتصدم لما بيلاقي أندير اللي بيتكلم. وأندير بيقول له ترجع الرهاين اللي خطفتوهم تاخد اخوك، مش هترجعهم اخوك هيرجع لك جثه. فجرام بيستغرب ازاي عرفوا يخطفوا روني، وروني بعدها بيتصل بيه وبيقول له الحقني يا ابن ابويا بيعذبوني، انا خايف جدا، انا عايزك تكون هنا بعد 10 دقايق. وفجرام بيفهم ان روني بيستعبط على العصابه وهيخلص عليهم بعد 10 دقايق. وأندير بيقول للعصابه فجرام لو ما جاش خلال 10 دقايق اقطعوا صابع روني، وبيسيبهم ويمشي. وفعلا بعدها العصابه كانت عايزه تقطع صوابع روني
وهنا روني بيتحول عليهم وبيمسك رجالة العصابة يكسر عظمهم، واي حد كان بيجي في ايده كان بيحطه تحت رجله، وبيوصل في جرام وبيقبض على باجو على الجاهز، وراح حط باجو في الزنزانة، وترباسي ما كانش مصدق ان في جرام ازاي قدر يقبض على باجو. وبعدها في جرام وترباسي بياخدوا باجو وبيتحركوا بيه على المحكمة، بس وهم في الطريق الدنيا كانت زحمة وترباسي بينزل علشان يشوف في ايه، فبيلاقي روني بيتخانق فبيروح يعرف في جرام، بيقول له روح اقبض عليه وحط كلبشات في ايده، انا على الاسم حالف، في الحق مفيش معارف. وفعلا بيكلبش روني مع باجو، وفي نص الطريق روني بينط من العربية وبيسحب باجو وراه، وفي جرام بيقول لترباسي جه الوقت علشان تنتقم لموت بنتك، ده مجرم وبيحاول يهرب ولو قتلته فقانونيا هتبقى في السليم. وبيطلع ان كل ده كان من تخطيط روني. وبالليل بيرجع في جرام لروني وهو متعصب وبيقول له بسبب كل المجرمين اللي بنقبض عليهم والرهائن اللي بنحررهم الاسم اداني قضايا اخطر مجرمين في الهند ومطلوب مني ان اقبض عليهم. فروني بيقول له ايه المشكله يعني؟ فبيقول له المشكله اني مش هعرف اجيب ولا واحد فيهم. فروني بيهديه وبيقول له ما تقلقش انا في ظهرك. وفعلا بنشوف بعدها روني وهو بيدخل على المجرمين وبيخلص عليهم كلهم، وفي جرام بيجي وبيقبض عليهم على الجاهز، وكل مهمه وتانيه في جرام بيترقى وسلطته بتزيد وشهرته بتزيد اكتر واكتر. بس الحمل على في جرام بيكبر اكتر لان سيرته وصلت لوزير الدفاع، والوزير بيقابل في جرام وبيكلمه على اندير وبيقول له احنا عرفنا انه بيتعامل مع زعيم عصابه ارهابيه اسمه ابو جلال، واندير بيخطف عائلات كتير وبيوديها لابو جلال. احنا بقى عايزينك تروح لسوريا وتخلص شويه اوراق بخصوص الموضوع ده وتسيب الباقي للشرطه هناك وهم هيتصرفوا. وفعلا في جرام بينفذ الامر وبيروح البيت يجهز شنطته، وبيتحرك في جرام على المطار وبيقول له روني ما تيجي معايا سوريا، وروني بيقول له ما تخافش دي مهمه على الورق، انا لو رحت معاك في كل مكان الناس كده هتشك فينا. وفي جرام بيقول له عندك حق، وبيوصل في جرام للمطار وبيسافر. وبعدها في جرام بيوصل للفندق في سوريا وهم بيتكلموا فيديو كول، الباب بيخبط عند في جرام فبيقوم يفتح ومره واحده بيتخبط على الحيط وبيظهر 2 رجاله بيكسروا عظمه، وروني بيكون هيتجنن عليه وواحد بياخده وبيمشي والتاني بيمسك التليفون. وروني بيقول له لو اخويا حصل له حاجه اقسم لك لهاني حياتكم انتوا الاثنين. بيقول له احنا مش 2 ولا 100 ولا 1000، احنا بلد بحالها. فروني بيقول له اقسم لك لو حتى كنتوا جيش برضه اخلص عليكم بالكامل. والراجل ما بيهمهوش وبيكسر التليفون. وروني وسيا بيسافروا بسرعه على سوريا، واول حاجه بيعملوها بيروحوا يعملوا محضر في الاسم. وروني بيعرف الضابط ان في جرام كان جاي مخصوص علشان ابو جلال، والظباط كلهم لما سمعوا اسم ابو جلال كلهم مره واحده بيبصوا لروني. والظابط بلال بيقول لروني انا هتابع مع وزير الخارجيه وبعدها هرجع لكم، ونصيحه مني خليك في حالك وانت في البلد دي. فروني بيخرج من الاسم وما كانش عارف يعمل ايه، بس بيلاقوا واحد واقف بره الاسم وبيقول لهم انا بدور على ظابط اسمه في جرام. فروني في الوقت ده بيقول له انت مين؟ فبيقول له انا اسمي اخطر، وخلي بالك الشرطه بتراقبك فتعالى ورايا وانا هوصلك لاخوك. فروني ما كانش عنده حل تاني وبيروح مع اخطر، بيفضل اخطر يمشيهم في شوارع كتير وبيقدر يتوه رجاله الشرطه اللي كانوا ماشيين وراهم، لكن بيطلع ان اخطر ده نشال ورجاله كتير بتحاوط روني وسيا، واخطر بيرفع السلاح عليهم وبيقول لهم طلعوا كل اللي معاكم. بس روني بيوقع المطوه من ايده، ولما اخطر بيوطي يجيبها بيلاقي روني ضرب كل رجالته، فاخطر بيخاف وبيتاسف لروني وبيقول له انا كنت في الاسم وسمعتك وانت بتتكلم مع الضابط، فقلت اعمل عليك حوار علشان اقلبك في اي فلوس، فسامحني انا بعمل كل ده علشان اجمع فلوس علشان اعالج اخويا. فروني بيتعاطف معاه وبيديله فلوس، وروني كان سايبه وماشي بس بيفتكر لما في جرام قال له انا محفظتي اتسرقت اول ما وصلت الفندق، فبيسال اخطر وبيقول له تعرف اي نشال سرق محفظه امبارح الساعه 6 من قدام فندق؟ فاخطر بيقول له اكيد انا عارف كل النشالين اللي في المدينه وهساعدك علشان انت طلعت شخص طيب، وفعلا بيقدر يوصله للي سرق محفظه في جرام، وبيلاقي في المحفظه اسم الفندق اللي كان فيه في جرام. واول ما بيوصلوا الاوضه اللي كان نازل فيها روني بيفتكر كل حاجه حصلت لاخوه، وبيلاقي تليفون في جرام واقع على الارض، وروني كان لسه يمسكه بس اخطر بيمنعه، وبيقول له لازم تمسك التليفون بطريقه كويسه علشان عليه بصمات الشخص اللي خطف في جرام، والشرطه بتكون وصلت للفندق وبتدور عليهم، بس روني واللي معاه بيقدروا يهربوا. واخطر بياخد التليفون عند واحد صاحبه متخصص في الكشف عن البصمات، وبيرفع كل البصمات اللي على التليفون وبيعرفوا كل بيانات الشخص اللي خطف في جرام وبيكون اسمه زيدي. وروني بيوصل للعنوان بتاع زيدي وبيسالوا كل اهل المنطقه عليه، ولما اهل المنطقه عرفوا ان في ناس بتدور على زيدي بيفضلوا كلهم يصفروا، ودي بتبقى اشاره لزيدي اللي بيشوفهم من الشباك، وساعتها روني بيشوفه وبيفتكره وبيطلع يجري وراه وبيتخانق معاه، بس زيدي بيكون عامل زي الطور وبيضرب روني بفتره، بس روني بيستجمع قوته
بيموته وبيديله ما بيسكتلوش. وزيدي لما بيحس ان روني اقوى منه بيطلع يجري بعيد عنه لحد ما زيدي استسلم وقال له روني خلاص انا هقول لك على مكان اخوك. وزيدي كان لسه هيقول له على مكان فيجرام، ولكن بتيجي عربيه بتشيله من على وش الدنيا وبتموته. وسيا بتجيلها فكره انها تفتح موبايل زيدي ببصمه عينيه وبتبعت رساله لاندير على اساس انها زيدي، وبتتفق تقابله في نايت كلاب في وسط البلد. وبنروح لفيجرام وبنشوفه هو تعبان ومتشلفط من التعذيب، واندير بياخده وبيرميه وسط الرهاين. وبنكتشف ان حفيظه وجوزها من ضمن العائلات اللي مخطوفه. وبعدها روني وسيا بيروحوا على النايت كلاب، وابو جلال بيروح هناك وبيكون عارف ان زيدي مات، وبيقول لاندير اللي كلمك وقال لك تعالى هنا ده اكيد اللي قتل اخويا وانا موجود هنا علشان انتقم منه. بس رجاله ابو جلال بيقولوا له الشرطه هجمت على المكان يا معلم. وفعلا ابو جلال بيقوم يجري بس الشرطه بتكون وصلت. وروني بيشوف اندير من بعيد وكان رايح عليه بس بالغلط بيمسك ابو جلال مش اندير، ومش بيكون عارف هو مين فبيسيبه ويمشي. والظابط بلال بيقول لروني انا جاي اساعدك واقبض على جلال، انا معاك مش ضدك. وبيقدر فعلا الظابط بلال يقبض على اندير وبيقول له فين ابو جلال، بس اندير بيكون مش عايز يعترف. وابو جلال لما بيخرج بيلاقي الشرطه محوطه من كل مكان، فبيخش في صندوق زباله وبيقطع لبسه وبيعمل فيها شحات اهبل وبيعدي من قدامهم، والشرطه بتسيبه يمشي وما بيكونوش عارفين ان ده ابو جلال. والظابط بيقبض على اندير وبياخده في عربيه الشرطه. وابو جلال بيروح لرجالته وبيقول لهم الشرطه قبضت على اندير واندير ممكن يخوننا ويقول اسرارنا للشرطه، وبيأمرهم يمشوا ورا عربيه الشرطه ويعرفوا اندير هيخونهم ولا لا. وروني بيخلي الظابط ما يدخلش القسم وبيروحوا يقعدوا على القهوه، ورجاله ابو جلال لسه بيراقبوهم. وروني بيطلب شاي وبيطلع فلوس وبيديها لاندير وبيسيبوا اندير ويمشوا. ورجاله ابو جلال لما بيشوفوا اللي حصل فبيقولوا له الحق ده خد منهم فلوس وسابوه ومشوا يعني اكيد بيخونك. فابو جلال بيقول لهم اقتلوا الكلب الخاين اندير، وبيضربوا عليه نار بس اندير بينقذ نفسه وبيجري يركب عربيه الشرطه مع روني. وبكده خطه روني بتنجح. وروني بيقول له شفت ابو جلال هيموتك ازاي، مفيش قدامك غير انك تبقى معايا. وبيسمع كلام روني وبيقول لهم على اماكن التفجيرات اللي ابو جلال بيخطط لها كمان 3 ساعات. وبيقول لروني اخوك محبوس عند ابو جلال كرهينه. فالظابط بلال بيتحرك علشان ينقذ اماكن التفجيرات، وبيقول له المكان فيه برجين عليه رجاله بار بي جي، وعلى الارض فيه رجاله كتير مسلحه. وبعد المعسكر ده موجود الوكر بتاع ابو جلال، والوكر ده عباره عن قاعده جيش حقيقيه مليانه طيارات ودبابات وصواريخ. واندير لسه بيقول لروني لازم نحط خطه، بس بيبص وراه بيلاقي روني اختفى. وروني في الوقت ده بيكون راح يبدا في عمليه انقاذ اخوه، وبيتسلل لوحده جوه المعسكر وبيسرق قنابل واسلحه، وبيفجر البرجين دول بالقنابل اللي معاه، وبيطير في الهواء وبيرمي القنابل على الرجاله المسلحين وبيدمر المكان بالكامل. وابو جلال بيعرف ان المعسكر بتاعه اتدمر ورجالته مش عارفين مين اللي عمل كده. فابو جلال بيقول مين اللي بيحاول يحاربني، امريكا ولا روسيا ولا الموساد؟ وبيقف روني قدام العربيات اللي فيها الرهاين والعائلات وبيقول لهم لو فيكم راجل يقرب لي. واول عربيه بتجري عليه علشان تدوسه بس بيطلع روني عامل فخ والعربيه بتنفجر، وبيطلع عليه رجاله مسلحه بس روني بيظهر لهم من كل مكان وبيخلص عليهم. وبيروح بعدها للعربيه اللي فيها الرهاين بس فيجرام بيكون مش موجود وسطهم. واندير بيقول لروني اكيد فيجرام محجوز جوه وكر ابو جلال وده اخطر مكان ممكن تشوفه. وفي نفس الوقت سيا والظابط بلال بيروحوا السفاره، وبيطلع ان جوز حفيظه هناك ولابس حزام ناسف وهيفجر نفسه. وسيا والشرطه بيوصلوا هناك وبيلحقوا الموقف، بس جوز حفيظه بيقول لهم ابعدوا انا لازم اقتل نفسي علشان عيلتي تعيش. بس الشرطه بتخليه يكلم عيلته، وبيعرف جوز حفيظه ان عيلته في امان بعد ما الشرطه انقذتهم، فبيستسلم وبيسيب الشرطه تفك الحزام الناسف اللي هو لابسه. وفي نفس الوقت في بنت صغيره من الرهاين دست على لغم من اللي موجود في المعسكر، فاندير بيدخل وبيهدي البنت وقام شايل رجليها وحاطط رجليه مكان رجليها وخلى الناس تبعد واللغم اتفجر فيه. وبنروح لروني اللي كان بيدمر عربيات ابو جلال، لكن فجاه في 3 طيارات بيحاوطوا روني من كل مكان، وروني بيطلع يجري وهم بيضربوا عليه نار. ومن شده الانفجارات روني طار في الهواء ووصل لطياره منهم وضرب اللي جوه الطياره ورماهم وخلى ال3 طيارات يضربوا في بعض. وروني بينط في الوقت المناسب وال3 طيارات بيتدمروا. وابو جلال بيتصدم لما بيعرف ان تفجير السفاره فشل وال3 طيارات اتدمروا. وبيتصل بيه واحد من رجالته وبيقول له مش امريكا ولا روسيا ولا الجن الازرق اللي بيهاجمنا، ده هو شخص واحد وجاي عشان ينقذ اخوه فيجرام. وابو جلال ما كانش مصدق نفسه، شخص واحد اللي عمل كل ده، وبيأمر رجالته يجيبوا فيجرام. وفي الناحيه الثانيه رجاله ابو جلال بيضربوا نار على روني، بس روني بيصد رصاصهم بباب الطياره.
واستنى لحد ما رصاصهم يخلص ودخل عليهم يهاجمهم وخلص عليهم واحد ورا تاني. وفجأة بيدخلوا عليه ب7 دبابات، وساعتها سيا بتكون وصلت وروني بيخرجها بره المعركة، وبينزل روني تحت الدبابة دي وبيطلع من الناحية التانية وبيقتل الراجل اللي سايقها، وبعدها بيخلص من الدبابة التانية وبيوصلها لحتة مسدودة، وبيخلي دبابتين تانيين يضربوا في بعض ويتدمروا، وبيفجر الدبابات اللي بعدهم وبيدخلهم في طيارات. وفي نفس الوقت الراجل بتاع ابو جلال بيمسك واحد هندي من الرهاين وبيقول له اسأل الرهاين من فيكم فجرام. فالرهينة بيتكلم بالهندي وبيقول لهم هم بيسألوا عن واحد اسمه فجرام، بس العصابة دي ما بتعرفش تتكلم هندي، فيا فجرام لو انت سامعني ما تكشفش نفسك، في شخص بيدمر معسكراتهم كلها علشانك وهم خايفين منه، والشخص ده هينقذنا كلنا ان شاء الله. ولكن بيطلع ان ابو جلال بيفهم هندي كويس وبيمسك الرهينة وبيقول له يا فجرام اظهر بدل ما اقتله. ففجرام بيظهر علشان ينقذ الراجل، وابو جلال بيقول له اخوك عمل لي مشاكل كتير وانا هقتله. ففجرام بيقول له انا اللي غلطان، كل مشكلة كانت بتحصل لي كنت بنادي على لوني، كان المفروض انادي على لوني من الاول. وبينادي على اخوه وبيقول يا لوني، وبيظهر لوني وبيجري على فجرام وهو هيتجنن عليه، وبيقول له يا ريتهم خطفوني انا مش انت. وابو جلال بيقول له عايز ايه؟ عايز اخوك، خده وامشي يا عم بس وقف الجنان ده. وروني بيقول له انا عايز كل اخواتي يتحرروا، وابو جلال بيوافق وبيحرر كل الرهاين. ولوني بياخد اخوه كان ماشي، بس بيطلع ان ابو جلال خطف سيا، ورجاله ابو جلال مسكوا فجرام وحبسوه مع سيا في قفص حديد واتلموا على لوني ونزلوا فيه ضرب. ولوني كان مستسلم تماما وهو شايف اخوه هيتجنن عليه، ورجاله ابو جلال حطوا السيخ الحديد في بطنه. وهنا فجرام بينفجر وبيخرج من القفص وبينزل ضرب فيهم وبيلطش فيهم كلهم لاجل اخوه روني. وروني بيكون مبسوط وهو شايف اخوه بيدافع عنه لاول مره، وبيروح فجرام لابو جلال وبيديله على دماغه وبيزقه على السيخ الحديد. وبيروح فجرام وساي يطمنوا على روني، وللاسف روني ما كانش بينطق ولا بيطلع نفس. وفجاه ابو جلال بيطلع لسه عايش وكان خلاص هيضربهم، ولكن ساعتها روني بيفوق وبيقتل ابو جلال نهائيا. وبعدها بيرجعوا على بلدهم وفجرام بيتكرم على الانجاز اللي عمله. وروني بيقول لنا ان اهم شيء هي العيله، ولازم نعمل المستحيل علشان نفرح الناس اللي بنحبهم. وهنا فيلمنا بينتهي. ما تنساش لايك للفيديو عشان يوصلك الفيديو الجديد، اشترك في القناه وفعل زر الجرس. سلام عليكم.